هنعمل مع بعض النهارده رز حبه وحبه، ينفع يتاكل مع اي حاجه. جميل، ما بياخدش مننا وقت. شايفينه مفلفل وعامل ازاي، شايفين شكله عامل ازاي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه علشان يوصلوكوا كل جديد. يلا بينا نبدا مع بعض. انا في حله هنا على النار هحط معلقتين زيت كبار، واحط معلقه سمنه، هسيبهم يسيحوا معايا. هبقى طبعا غسله الرز بتاعي، كوبايتين من الرز بتاعي غسلاهم ومصفياهم. اول ما الزيت والسمنه يسخنوا معايا انزل كوبايه الرز بتاعي اللي انا غسلاه، هفضل اشوح الرز كده لحد ما هياخد معايا اللون الذهبي اللي انا عايزاه. واحط له ورقتين لورا وحبهان، هشوحها بس شويه قليلين وخلاص كده. بصوا دلوقتي شايفين اللون، هو ده اللون الذهبي اللي انا عايزاه. دلوقتي هحط له كوبايه الرز الثانيه نشوحه بس شويه كده قليلين، وبعد كده هنضيف الميه والشوربه بتاعتنا زي ما تحبوا. انتوا عايزين تحطوا كوبايتين من الشوربه او كوبايتين من الميه وتحطوا لها مرقه خضار وتظبطوا الحياء بتاعها، او كوبايه وكوبايه زي ما انا ما هعمل كده. انا هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. دلوقتي هنزل بكوبايه من الميه، كوبايه من الشوربه السخنه، ميه سخنه وشوربه سخنه، واقلبهم كويس واشوف الحياء بتاعها لو محتاجه ملح او محتاجه مرقه. بعدين هغطيها واسيبها لحد ما الرز ما يبدا ان هو يتشرب، وبعد كده هوطي النار عليه خالص. وانتوا شايفين كده هو اتشرب معايا، هقلبه من تحت لفوق وهوطي النار خالص خالص عليه واسيبه لحد ما يكمل سواه كله، بعدين هنقدمه مع بعض. خلاص الرز بتاعي كده خلاص استوى، شايفين شكله جميل ازاي. ان شاء الله يعجبكم.